فاكرين في كتاب مستقبل المشاعر لما انا قلت لكم ان التعاطف مهم، وانه كان بيتكلم عن التعاطف، وان احنا بقينا قاسيين قوي في العالم ده، وان السوشيال ميديا خلتنا وحوش في التعاطف؟ انا النهارده جايه بكل فخر انقد كل كلامي مع ملخص كتاب اجهاد التعاطف. ازاي يا مونيكا؟ ده اللي هنعرف في حلقه النهارده. يلا بينا. بس مبدئيا لو اول مرة تشوفوني فانا مونيكا حسام، ودي قناة اقرأ مع مونيكا. يلا بينا. اول حاجة، ايه هو ارهاق التعاطف او اجهاد التعاطف؟ هو فقدان القدرة على الاهتمام بالاحداث الحالية بشكل سلبي. يعني انا من كتر ما بتأثر بالاحداث الحالية بقيت مش عارفة اعيش حياتي، وبقيت زي المكتئبين. ازاي يا مونيكا؟ هفهمكم بالراحة. حاجة كده زي ما حد مثلا يشوف اللي بيحصل في اخواتنا في فلسطين وغزة ويتضايق، هو في ايده حاجة يعملها، في ايده الدعاء او في ايده مثلا ان هو يتبرع لأي مؤسسة بتدعمهم. جميل وحلو الكلام ده، ولكن في شعبة كده من الناس بتتعاطف نفسيا وبس. هديكم مثال. امسك الموبايل اتصفح، الاقي ارتفاع اسعار، تضخم شركات، مش عارف تفليس، مش عارف ايه، مش عارف حاجة عليت حاجة وطيت، حروب ونزاعات وخناقات. كل ده بيخلي عندي احساس ان الدنيا هتخرب من حواليا، وانا بتعاطف معاهم، والدليل على كده ان انا متأثر. ولكن كتر التعاطف ده بيخلي انا مش قادر اعيش حياتي وحاسس بالاكتئاب. ليه بيحصل اجهاد للتعاطف؟ لان من كتر ما احنا بنتصفح، ومن كتر ما الاخبار الترند اللي بتكون مثيرة للجدل، زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات ان اكتر اخبار بتكون ترند هي اللي مثيرة للجدل والحزن والغضب للمشاعر السلبية اكتر، فدي اكتر حاجة بتطلع قدامي، فانا بتعاطف معاها او مشاعري بتتحرك معاها، فبالتالي بتوصل لنقطة ايه؟ بتعصب زيادة او بحزن زيادة او بتعاطف زيادة، فبيحصل اجهاد في التعاطف. هقول لكم مثال. عارفين كده لما تدوا حد كتير قوي لدرجة ان يجي مدة مش قادرين تدوه، او مش قادرين تتعاطفوا وتحسوا بمشاعره من كتر ما انتوا طول حياتكم حاطين نفسيكم مكانه؟ اهو ده بالظبط هو اجهاد التعاطف. اعرف منين اصلا ان هو اجهاد تعاطف او ارهاق في التعاطف؟ اول حاجة، اجهاد التعاطف ده ليه 5 انواع من الاعراض. اول حاجة العرض المهني. انا بكون مش قادرة اشتغل، وعندي انخفاض في الروح المعنوية، وغياب عن الواقع، وعندي غياب دافع، وعندي غياب سلوكي. يعني ممكن يوصل ان الشخص ده يسيب عمله لمجرد ان هو خلاص ما بقيتش قادر يستحمل من كتر ما هو. عارفين زي الغضب المكبوت، زي ما احنا قلنا قبل كده ان المشاعر المكبوتة اكثر خطرا على المشاعر العادية. يعني انا لو عندي قلق عادي غير قلق مكبوت وبحاول اكبته، عندي غضب عادي غير غضب مكبوت وبحاول اكتمه، هو كذلك التعاطف بيكون حاجة مكبوتة، احنا من كتر ما تعاطفنا بيجي مرة واحدة بننفجر زي ما بيقولوا. طب تاني عرض هو الأعراض المعرفية. بكون مش قادر أفكر، وبيكون في فكرة مسيطرة على بالي، وهي على الأغلب اليأس أو عدم التفكير أو البلاهة أو الدوخة. تالت حاجة هي الأعراض العاطفية زي القلق واعتياد المشهد. يعني في ناس دلوقتي لما بتشوف الحرب في فلسطين بتعتاد المشهد. اكتئاب أو الشعور بالذنب. ايه الشعور بالذنب؟ أيوة، أنا أحيانا أصلا بتعاطف معاهم لمجرد أن أنا مش عارفة يعني أساعدهم أو أقدم لهم المعاونة، فبالتالي دي حاجة بتحسسني بالذنب. رابع حاجة هي الأعراض السلوكية. عندي اضطراب في السلوك، عندي فقدان للشهية، وعندي اليقظة المفرطة، وكذا حاجة تانية بتأثر على سلوكك زي الاضطراب أو عدم الاتزان، أو إن أنا ممكن يغمى عليا، أو إن ما مارس حياتي بشكل صحيح، وكمان اليقظة المفرطة أو النوم المفرط، يعني إن أنا بهرب من الواقع وهكذا. خامس حاجة هي الأعراض الجسدية. الأعراض الجسدية هي إيه؟ هي أوجاع في الجسد عموما. هديكم مثال، زي مثلا لما بنتوتر بطننا بتوجعنا، فهكذا أنا مثلا لما بتوتر مع حد أو بتعاطف مع حد أحيانا قلبي يوجعني، ضربات القلب تزيد أو تقل على حسب. كمان ضعف المناعة، ضعف الجهاز المناعي ده ممكن يؤدي لتوقفه. يعني من كتر التعاطف او اجهاد الذات ممكن جهاز المناعي ده يتوقف نهائي،
فخلوا بالكم الموضوع خطير. مونيكا في نصائح عشان التعاطف ده ما يستنزفش، او يعني اخلي بالي من مشاعري وتعاطفي. ايوه، اول حاجة اهتم بمشاعرك، يعني احاول على قد ما اقدر ان انا شفت مثلا حرب في اوكرانيا، اذا هو احاول افهم نفسي ان الحرب ده في اوكرانيا يا مونيكا، وان الحرب مش عندك، وان انتي مالكيش دعوة، وبالراحة، وان انتي لو خايف عليهم قوي حاولي تساعديهم بمال او بدعوة، ولكن اكتر من كده مش في ايدك، وكذلك في اي مكان تاني في العالم. طب ايه كمان؟ اعمل حدود لنفسي. يعني ايه اعمل حدود لنفسي؟ يعني اول حاجة بالنسبة لي الاطلاع على الاخبار السيئة لازم يكون بتايمر معين في اليوم او بوقت معين، علشان ما اذيش نفسي واتعرض لكمية ضغط عالي. دي حاجة. تاني حاجة ان اعمل حدود حزن لنفسي، اللي هو لما احس نفسي ابتديت احزن او اتعاطف زيادة، ارجع افتكر اول نقطة واهتم بمشاعري، وخصوصا مشاعر الفرحة والسرور. يعني مثلا زي ما احنا قلنا في كتاب السعادة الواقعية، اللي ما يعرفوش او ما حضرش الحلقة ففكروني ان احط اللينك في التعليقات او الديسكريبشن، ان احنا لازم نصطنع او نتظاهر بالسعادة. حلو، جميل الكلام ده. تالت حاجة التواصل مع الناس اللي بتحبهم. التواصل مع الناس اللي بنحبهم عموما مش بيحسسنا بالوقت. هديك مثال، انت شخص بترتاح مثلا في الكلام مع مامتك، حرفيا ممكن تحكي لها اللي حصل معاك طول اليوم بدون ما تحس وبدون ما تشعر بالوقت، ولا تشعر بان انت بتحكي كل حاجة. حرفيا في ناس بتعملها تلقائي، وانا شخصيا ممكن اعمل كده تلقائيا يعني. رابع حاجة خد بريك من الأخبار السيئة، وخد بريك عموما من تفكيرك في الأحداث. يعني زي ما بيقولوا كده استرخي، اعمل يوجا، صلي، يعني بمعنى أصح اعمل نشاط بيريحك ذهنيا قبل بدنيا. جميل كده، جميل. خامس حاجة تهتم بنفسك أو تخصص وقت معين لنفسك تقعد فيه وتكتب فيه اللي انت حاسس فيه أو حاسس بيه بمعنى أصح. تشوف انت اتضايقت ليه، احساس الضيقه ده وصلك لايه، لازم تراجع يومك انت اطلعت على ايه عشان يوصلك للمرحله دي. سادس نقطة هو طور قدرتك على التمييز. يعني ايه؟ يعني اميز ان المشكلة دي مش عندنا يا مونيكا ويعني خلاص، يعني لازم اهدي نفسي بالشكل ده. ليه؟ لان لو المشكلة عندنا هنحلها بشكل تاني. طب يا مونيكا لو المشكلة عندنا، لو المشكلة اصلا بتمس المجتمع بتاعي، اتعامل معاها ازاي؟ لازم تكون سبب من الناس اللي بتنشر الوعي بالفكرة، وكمان ان انت بتساعد المجتمع، يعني ما تبقاش بتتعاطف وبس. ليه؟ لان التعاطف ده هيجهدك نفسيا، وكمان انت هتكون مش بتحل ولا بتربط ولا بتعمل اي حاجة. فالاحسن ان انت تنشر وعي القضية اللي في مجتمعك، زي بالظبط ما انا بلقى فلسطينيين كتير بينزلوا فيديوهات وبيفهموا الناس الوضع اللي هما بيعانوه. لان لو محدش اتكلم وقعدوا بس يتعاطفوا مع نفسيهم ويعيطوا على نفسيهم وبس، يبقى هما كده مش بيعالجوا نفسيهم. وكذلك برضو لو المشكلة في المجتمع، لازم اعالج نفسي وادرس المشكلة، وكمان لو في اي جمعيات بتساعد في المشكلة دي اتطوع فيها معنويا وماديا. وكذلك لو مشكلة بره احاول اتطوع فيها لو انا بتعاطف معها، لو ما تهمنيش خلاص. نهاية الكتاب والخلاصة، المشاعر الحلوة الجميلة دي زي ما هي جميلة، والتعاطف ده حاجة حلوة، ولكن كتر التعاطف ده سيء جدا. ومش بس التعاطف اللي اكتشفته من الكتاب، كل حاجة حلوة بزيادة سيئة بزيادة. يعني احنا لو بقينا مثلا بنتعلم كتير هيحصل معانا تعلم بلا هدف، او ان احنا بنكون متعلمين لحاجات مثلا يعني ايه مش هنستعملها، اللي هو تعلم فاضي زي ما بيقولوا. يا مونيكا بس التعلم احسن من ان احنا ما نتعلمش خالص. هقولك دي حاجة حلوة ودي فعلا صح. وكذلك التعاطف، ان انت تكون مش بتتعاطف اوحش بكتير من ان انت تتعاطف، ولكن اضرار اجهاد التعاطف يخليك شخص متزن وتفكر قبل ما تتعاطف بزيادة في اي قضية. وكمان بيعلمك ان اي مشاعر لازم يكون ليها نتيجة، غضبانة، متعاطفة، زعلانة، فرحانة، لازم اعبر عن نفسي واعبر عن طريقتي وقضيتي ومشاعري.
مش اخليها في باب التعاطف وبس، يعني مش اخليها في قوقعة تعاطف وان انا صعبانين عليا فلان الفلاني وبس، يدعمهم يدعيلهم، لكن ابطل تعاطف، اتعاطف بشكل مادي او معنوي ولكن مش بشكل وهمي. التعاطف الحزن الداخلي ده واللي بيسبب اكتئاب ومش عارف ايه، ده تعاطف وهمي، اللي هو صعبان عليا بس انا ما قدمتلكش اي حاجة تساعدك. وبس كده، ده كان ملخص كتاب إيجاد التعاطف. كان معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. لو متفقين أو مختلفين في الكتاب يعني شاركوني رأيكم في التعليقات سواء في اليوتيوب أو في الفيس. لو انتوا بتشوفوني من على اليوتيوب فاشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو، ولو بتشوفوني من على صفحة الفيس فاعملوا متابعة للصفحة ورياكت للفيديو. وبس كده، سلام.